الست المسكينة دي مريضة، مش بتقدر تشتغل ولا بتقدر تتحرك كتير. علشان تقدر تعيش اضطرت انها تقعد في الشارع وتطلب فلوس من الناس، بتشحت يعني. كل اللي يعدي جنبها يديها اللي فيه النصيب، لغاية لما جه واحد بص كده عليها وقال لها: ايه الفلوس الكتيرة دي؟ انت عملت ايه علشان تكسبي كل الفلوس دي؟ انت ما تستحقيش الفلوس دي. واخد الفلوس كلها. فالست مسكت رجله وتحايلت عليه، قالت له: يا ابني دي مصاريف علاجي، دي مصاريف اكل وشربي، انا ما عنديش حد يصرف عليا وما اقدرش اشتغل. من غير رحمة زقها واتكلم معاها بطريقة وحشة واخد الفلوس ومشي. وللأسف كل الناس كانت واقفة تتفرج ومحدش عمل اي حاجة ولا اخد موقف، ما عدا واحدة بنت جدعة جدا، اجدع من 100 راجل. شافت الموقف ده وصعب عليها الست دي، راحت للراجل ده وطلبت منه الفلوس. رفض، وقعته على الارض وقالت له: حرام عليك، بلاش تستقوى على الضعيف. اخدت الفلوس ورجعتها للست وقالت لها: ما تخافيش، وطلعت كمان فلوس تاني من جيبها واديتها للست ومشيت. بنت ب100 راجل. اتمنى انك لو شفت حد بيستقوى على الضعيف اوعى تقول انا مالي ولا تخاف، لازم تاخد موقف. صلوا على النبي في التعليقات.